السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بسلم على كل اخواتي وحبايبي في كل مكان. انا سيلة صالح، والنهاردة هنعمل مع بعض باتيه بالجبنة، سهل واقتصادي جدا. بمناسبة بقى رجوع المدارس، الباتيه ده بجد سهل وكمان اقتصادي ومش بياخد منك وقت خالص. حاجة كده تحفة. وبنفس العجينة تقدري تعملي كرواسون. عايزة اوريكي بقى قد ايه طري وهش ومورق بجد زي القطن. جميل جدا، بصوا بقى الجمال والتوريق. تحفة بجد، ريحته وطعمه رهيبة. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ بفكرك تعملي لايك وشير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي حلة العجان هنزل بنص كوباية من المية الدافية. المية تكون دافية بس ما تكونش سخنة عشان ما تموتلكيش الخميرة. نزلت كمان بمعلقة كبيرة ونص من الخميرة الفورية. لو الجو حر كفاية بس معلقة واحدة من الخميرة الفورية، بس بما ان الجو ساقع جدا فانا ضفت معلقة ونص. ضفت كمان معلقتين كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخل الابيض. قلبت كده كل المكونات مع بعضها لحد الخميرة ما دابت، وبدأت أنزل بنص كوباية من الزيت، ومعايا كمان بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ. هضيف كمان كوبايتين كبار من اللبن أو الحليب بالشكل ده، وهبدأ أقلب بقى كل المكونات مع بعضها كويس جدا. كده تمام. عندي بقى كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات نخلته الأول. هضيف بقى عليه معلقة صغيرة من الملح، وعندي كمان معلقتين كبار من السكر. هبدأ أقلب بقى الملح مع السكر مع الدقيق بالشكل ده، وهبدأ أنزل بيه على المكونات السابقة. تمام. كيلو الدقيق بيكون 8 كوبايات بالكوب المعياري أو بمج الشاي العادي. شغلت بقى العجان لمدة من 5 دقايق ل7 دقايق. حطيت جنبي ربع كوباية من اللبن، يعني لو العجينة احتاجت سوائل بضيف، احتاجت دقيق بضيف. أنواع الدقيق بتختلف، بس هنا المقادير بتاعتي كانت مظبوطة والعجينة محتاجتش مني ولا دقيق ولا لبن. العجينة بيكون ده شكلها، بتكون طرية جدا وكمان فيها سن التلزيقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لميت كده العجينة وزي ما هي في حلة العجان ببدأ أغطيها، وكمان هغطيها بفوطة وهسيبها في مكان دافي لمدة ساعة تتخمر. بعد ساعة بقت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اتخمرت وبقت تحفة جدا. هاخد بقى العجينة بتاعتي كده ورشة من الدقيق على الرخامة، وهبدأ ألم في العجينة. عايزة اقول لكم ان بجد العجينة دي روعة جميلة جدا. ممكن كمان تطلعي منها العيش الفينو، بيبقى تحفة. لميت بقى العجينة على بعضها بالشكل ده، وهبدأ اقسمها على نصين. تمام. بعد ما بقسمها بقى على نصين بالشكل ده، هاخد كل جزء وهقسمه على 5 قطع متساوية. تمام كده. جنبي بقى صاج رشيته كده برشة من الدقيق، وهبدأ اخد كل قطعة واحولها لكورة، وهبدأ بقى ارصهم على الصاج اللي جنبي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهاخد بقية العجينة وهقطعها هي كمان ل5 قطع. يبقى طلعنا كده من كيلو الدقيق 10 قطع متساوية. تمام كده. هغطي بقى العجين بتاعي بكيس وهسيبه لمدة 10 دقايق لحد ما يرتاح علشان اقدر افرده بسهولة. بعد 10 دقايق العجينة بتاعتي ارتاحت. ببدأ اخد بقى رشة دقيق فوق ورشة دقيق تحت، وببدأ بالفرادة افرد على شكل دايرة، يعني نص فردة بالشكل ده. عندي كمان 4 معالق كبار من الزبدة الطرية، هنبدأ نورق بيهم العجين. جبت الاول طبق ورشيت الاول رشة من الدقيق، ومهم جدا ترشي رشة دقيق تحت العجين. حطيت كده اول قطعة من العجين، وفردت عليها فرشة من الزبدة ورشيتها برشة من الدقيق. ال5 قطع هفردهم بنفس الطريقة. تمام. بالفرشة، وببدأ أوزع الزبدة الطرية بالشكل ده، وفوق الزبدة برش رشة حلوة كده من الدقيق، وابدأ أفرد قطعة كمان. تمام كده. عايزة أقول لكم إن الزبدة دي اللي احنا عملناها في البيت، الزبدة الاقتصادية اللي كانت بكوباية لبن وكوباية زيت. اقسم بالله هي دي الزبدة، وبشتغل منها، وكمان بحط كده منها مكعب مع الكيكة، بتخليه تحفة مع العيش الفينو مع اي عجينة حلوة او حادقة، بجد بتخليها تحفة. هبقى اسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف وبقوا شوفوه. الزبدة دي فعلا اقتصادية وكمان
طلع كمية كبيرة جدا. اعملوها قبل رمضان هتنفعكم في حاجات كتيرة قوي. هنا كده كنت فردت الخمس قطع. اخر طبقة ما برشش بقى عليها غير دقيق وبس، ما بحطش عليها زبدة، وبغطاها بكيس ودخلتها على التلاجة لمدة 10 دقايق على رف التلاجة. بعد 10 دقايق ببدأ اخد بقى طبقات العجين بالشكل ده، رش الدقيق تحت ورش الدقيق فوق، وابدأ افرد كده. اول ما ببدأ افرد بروح قلبة العجين على الوش التاني علشان الطبقات تكون متساوية. لو ما قلبتيش العجين على الوش التاني بتحسي كده ان القطع اللي تحت بدأت تلم على بعضها ومتبقاش متساوية خالص. هنا بقى كنت فردت طبقات العجين بتاعتي على شكل مربع وبالقطاعة بتاعة البيتزا، وهبدأ اقسمها بالشكل ده. تمام كده. عندي بقى جبنة، دي جبنة براميلي، ممكن تستخدمي اي نوع من انواع الجبن، بس الجبنة البراميلي بتمشي حلوة قوي مع الباتيه. تمام كده. وزعت بقى الجبنة وهبدأ الف كده رول، وكمان هقفل العجين من تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه، وجنبي صاج مسحاب مسحة زيت خفيفة، وهبدأ ارص، وبين كل واحدة وواحدة بسيب مسافة علشان التخمير. تمام كده. بلف بقى وبقفل كويس قوي، وبقفل العجين من تحت وببدأ ارص عندي على الصاج. تقدري كمان تغيري الحشوة، بدل الجبنة تحشي نوتيلا او شوكولاتة. الاطفال بتحب النوتيلا والشوكولاتة جدا. عايزه اقول لك كمان ان العجينه دي تقدري تشتغلي بيها حاجات كتيره، ممكن تعملي منها البوريك بالجبنه، ممكن كمان تطلعي منها البيتزا، تعملي منها العيش الفينو، اعملي منها حاجات كتيره قوي. عجينه سهله، وعايزه اقول لك ان بجد بتبقى هشه وطريه جدا. اخلص بقى اللي قدامي وهبدا افرد العجينه التانية، وهوريكم ازاي تطلعي منها كرواسون باسهل طريقه. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو بالله عليكم. انتوا عارفين ان اللايك اللي بيرفع مشاهدات الفيديو. عايزين بقى نكمل 100,000 قبل رمضان ان شاء الله. هنا بقى كنت فردت القطعة التانية، واخدت الجوانب زي ما انتوا شايفين كده، وقسمت كل واحدة على 2، يعني طلعت منها مثلثين بس كده، وببدأ ألفها على شكل الكرواسون بطريقة سهلة وحلوة جدا. بس كده بكمل بقى كل القطع اللي قدامي بنفس الطريقة، وبرص على الصاج. بعد بقى ما بخلص خالص بسيب الصاجان بتاعتي في مكان دافي تتخمر لمدة ساعة الا ربع كمان. عايزة اقول لكم ان الجو ساقعة والتخمير فعلا بياخد وقت. وقت التخمير في الصيف بيختلف عن الشتاء. يعني في الصيف يعني العجينة بتخمر مثلا في نص ساعة، في ساعة الا ربع، لكن في الشتاء الوقت بيتأخر شوية. التخميرة التانية ما بتاخدش وقت طويل زي أول مرة. يعني هنا كده هسيبهم بالظبط مثلا نص ساعة أو ساعة إلا ربع. بعد ما تخمروا معايا بالشكل ده هبدأ بقى أجيب بقية الزبدة اللي في الطبق، وبالفرشة برضو هبدأ ألمع الوش. ممكن تلمعي بصفار البيض وترشي عليها سمسم أو حبة البركة. ممكن كمان تلمعي بمعلقتين من الحليب معاهم رشة كده خفيفة من السكر أو النسكافيه، بتدي برضو لمعة حلوة. بس الزبدة بتدي لمعة، وكمان بتدي لون حلو قوي للمعجنات. هسيب لكم اللينك بتاع فيديو الزبدة في صندوق الوصف، بقوا شوفوه هتعجبكم قوي الطريقة. هنا بقى كنت مولعة الفرن ومسخناه وظابطة درجة حرارته على 180. بدخل أول صاج على الرف الأولاني من الفرن. أول لما يبدأ يلون كده وياخد لون من تحت ببدأ أرفعه على الشبكة التانية، وكل دقيقتين 3 ببدأ أغير الصاج علشان توحيد اللون ويطلع كله واخد نفس درجة اللون بالشكل الجميل ده. أول ما بخرجه بقى من الفرن بغطيه على طول بفوطة علشان يحتفظ بالبخار اللي فيه. بغطيه بس بالفوطة لمدة دقيقتين 3، وبعد كده بنقله على طول من على الصاج علشان ما يعرقش تحتيه. بس كده. شايفين كمان الكرواسون طالع شكله تحفة جدا، اللون كمان حلو قوي، وكمان التسوية مظبوطة علشان سويناه بطريقة صح. شايفين كمان كيلو الدقيق ما شاء الله عمل كمية كبيرة، تقدري كمان تضاعفي الكمية وتقسميهم في أكياس وتدخليهم على الفريزر. تخرجي بقى منهم كده عند الاحتياج، بتسيبيهم ربع ساعة على رخامة المطبخ يفكوا بس من التجميد، وبيبقوا كأنك لسه عاملاهم حالا. شايفين بقى قد ايه طري وهش، وكمان التوريقة واضحة. جميل جدا بجد. جربوا بقى بالطريقة دي وبالمقادير دي وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.